السلام عليكم اخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان، كي جاتني الجلابه الحمد لله كيف ما تشوفوا معنا اليوم انا الاجواء صافيه وطلعت الشميشه من بعد سيمانه ديال المطر تبارك الله، واخيرا ولله الحمد اليوم طلعت الشمس. والربيع كما تنعرفوا ان الربيع الا قوى عليه الماء تيبقى عكزان بالبروده والماء بزاف، خصو ضروري الشميشه باش ان الربيع يقدر يكبر. المهم اليوم ان شاء الله هي باينه الشميشه، الاجواء كيف ما تشوفوا الاجواء واعره. المهم اول حاجه كي جاتني الجلابه الاخوان، هاد الاجواء الجميله وهاد الجلابه خليوني في كومونتير كي جاتني. المهم الدراري غادي نوريكم شي مناظر اللي زوينه صراحه، طبيعه اولا الفلاحه بصفه عامه طلقات علينا زينها من بعد هاد الامطار الجميله ولله الحمد. المهم دابا الفلاحه ناشطين، السابه حتى هما الناس اللي كيكسبوا الغنم والبقر ناشطين حتى هما ولله الحمد ولله الحمد. نقدر نقولوا ان المغرب كامل ولله الحمد دابا راه مزيان 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 الحمد لله. كاس افريقيا غادي على ما يرام، افتتاح داز الافتتاح اللي هو الطوب وواعر، خلى كاع الافارقه والناس عالميا تيبيعوا على الافتتاح ديال المغرب ديال الكان 2025. المهم غادي نحيد القب باش نقدر نبان للناس مزيان، اولا خليه راسي سخون راسي سخون. المهم الاخوان غادي نوريكم واحد المناظر باش انكم نتوما تشوفوا علاش تنقول لكم ان الفلاحه رخات علينا زينها. علاش تنقول لكم ان الفلاحه رخات علينا زينها؟ انا غادي نعطيكم كاميرا تشوفوا واحد المنظر اللي جميل، وفعلا ان الفلاحه رخات علينا زينها ولله الحمد. هاد الامطار اللي طاحت راه عليها منافع كبيره، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. راه فعلا حنا بدون ماء لا نسوى شيء في الارض بصفه عامه كجميع الكائنات والمخلوقات اللي هي مخلوقات حيوانيه بشريه وحتى النباتات الاخوان. الله سبحانه وتعالى خلاها في كتاب ديالو الكريم، فلهذا الاخوان اجواء اللي هي رائعه وجميله. المهم الاخوان ما نطولش عليكم الكلام ونخليكم حتى نتوما تخضروا عينكم. هذه كامله اراضي اللي هي اراضي فلاحيه والناس تزرع فيها الزرع نتاعها. احنا عارفين ان هاد الشتا اللي طاحت تبارك الله لينا سنوات ما شفناش فحالها، وباش نعرفوا حنايا كالناس اللي ساكنين هنا باش نعرفوا ان الشتا اللي هي مده ما طاحش بحال هاد الكميه هذه هي هاد الاراضي الفلاحيه. شحال هذه ما شفنا انها تقدر تخلي الماء تيبقى من فوق الاراضي بحال هكا لمده طويله من بعد ما تتحبس الشتا من التساقطات. مولفه غير تطيح الشتا هاد السنوات اللي هي دازت من 2017 للفوق، غير تطيح الشتا ما تيعمروش هاد الاراضي الفلاحيه. هذه اراضي فلاحيه حتى هي راه الناس زرعه فيها الفلاحه نتاعها، ولكن هذا العام تبارك الله كما تشوفوا ان الماء بقى من فوق الارض مازال ما شرباتوش الارض. هنا فين تتعرف ان الارض تبارك الله شبعات ماء. ها انتم الاخوان